بمكونين موجودين في اي بيت فعليا هتقدري تعملي احلى فطاير، وانتي بتتحكمي في امكانية اخراجها النهائي، سواء تحطي مثلا عليها سكر او هتعمليها بالزيتون والطماطم وتحطي بقى لحمة بسطرمة، تحطي صدق، تحطي اللي نفسك فيه. حاجة ممكن تعملي بيها فطار الصبح سواء يوم جمعة او اي يوم في الاسبوع، تديها في اللانش بوكس لاطفالك معاكي. بس بجد خطيرة، مقرمشة طرية في نفس الوقت، بجد تحفة. احلى ما في الموضوع بقى ان انا زي ما قلتلكوا ان هي حاجة بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. مفيش حد تقريبا فينا ما عندهوش دقيق ومية وشوية سمنة، عشان دايما طول ما احنا بنعجن وبنفرد العجينة ونطبقها طبقات فوق بعضها بنبدأ ان احنا نحط بتاع سمنة صغيرة، وبنفضل ما بين كل تطبيقة وتطبيقة نستمر على الموضوع ده. يبقى قدامي معلقة السمنة بتاعتي، وابقى حاطة زيت على ارضية اللي بفرد عليها العجينة، وابدأ ان انا اوزع السمنة واطبق وافضل احط سمنة ما بين الداخليات، عشان في الاخر لما تنزل في السمنة المتسيحة في الطاسة تبقى سهلة ان هي تستوي تتقرمش وتبقى تحفة كده. كمان مع الحشو او لو عايزة اضيف جواها بقى من الحاجات والحاجات الحلوة دي تبقى حاجة خرافية فعليا تحفة. لازم تجربوها، حاجة كده جنان، وتأكدوا ان من حلاوتها مش هيتبقى منها في اليوم اللي هتعملوها فيه. بالاضافة ان سهولة وحلاوة امكانية ان ولادك كمان تشاركك انها تعمل معاكي ده، وتوقفيهم كده وتبدأوا ان انتوا تعملوا حاجة، تتشاركوا حاجة سوا في المطبخ، سواء بنوتة او ولد. والله هي حاجة بسيطة قوي، وحلو ان الولاد كمان تتعلم انها تعمل سناكس كده بسيطة لنفسها. زي ما انتوا شايفين بقى حتى يشاركوكوا في المرحلة الأخيرة بين توزيع السكر أو الإضافات النهائية فوق الفطير، وبعدين بقى كمان تتشاركوا حلاوة إنتاجكوا وتاكلوه سوا وتتفرجوا على الحلاوة طبقات، ولا كأنه أحلى من أحلى حاجة ممكن تشتروها جاهزة من بره عشان انتوا عملتوها بالحب في البيت. ممكن كمان تعملوا صوص شوكليت وتاخدوه إضافات معاها، سواء هو هيبقى حاجة مولتن أو هيبقى حاجة صاصي كده شوية، و I like to be like the lava، يعني سايح كده خالص على نفسه. عايزة بقى اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا كمان تعملوا حاجات اكتر من كده. ممكن اعمل الفطاير ذات نفسها وما انزلهاش في زيت يتقلى، وابدا ان انا احطها زي ما قلت لكم في صينيه واحط معاها الحشو. ممكن اعمل برضو ان هي تنزل في الزيت ويبقى جواها حشو. يعني دي كلها افكار واخراجات انتي وولادك ممكن تعملوا ده مع بعض، من باب ان انا باخد رأيه ونجرب كذا حاجة. هو البداية دايما زي بعضها، انا هعجن العجينة، هخرجها، احطها في برامات، هحطها في صواني الفايركس. والله لا، انا اصلا عاملة حسابي ان انا زي ما قلنا هنقليها. الميكس الخطير من بعد طبعا الكاتشب العادي، واحنا مش بتوع العادي، احنا بتوع الشطة نار نار نار، فده نقط منه بتودي في دنيا تانية. الشطة بيبر صوص خفاف لونا بس خطير طعما، خطير بمعنى الكلمة، واللي هيجرب هيتأكد من اللي انا بقوله. تحفة، مقرمش من جوه، طعم جدا طبعا. ممكن نعمل اكتر من كده، ممكن نجيب احنا البانيه نعمل شوبينج سوا. ابقى عامله حسابي ان انا هعمل لهم بالكاتشب بالبيبر صوص. في حاجات كتيرة قوي ممكن نعملها سوا من حتى قبل وقفة المطبخ. لو كمان انا عايزة مرن ابني او برضو بنوتي ان احنا نشوف ايه بتحبه، وفي نفس الوقت نعمل ده سوا من الشوبينجز، واني اخد رأيها بقى في حاجات اكتر واكتر. يعني ما توقفوش بس وما تخلوش بس الليميتيشن بتاعك جوه البيت، بالعكس والله حلاوة بقى امكانية ان احنا نخرجه كله هيلثي. البداية بتاعت البراند ده يا جماعة كانت بطاطس مهروسة، يعني افكار بقى ايه لا منتهية. بتمنى لكم اطباق شهية وتجارب ناجحة ولذيذة. ما تنسوش في النهاية انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام والى لقاء قريب.